السلام عليكم ومرحبا بكم معنا على قناة شهوة نعيمة المعشية. اليوم إن شاء الله غنقدموا لكم طريقة تحضير لي سيجار معمرين بلي زيبيناغ والفرomاج والدجاج. تيجيو لذاذ بزاف في المذاق وساهلين في التحضير. بقاو معنا باش نشوفوا المكونات والطريقة. باش نحضروا لي سيجار ديالنا عندنا ربطة من لي زيبيناغ، غنغسلوه مزيان ونخليوه يستقطر ومن بعد نقطعوه. من بعد ما قطعنا لي زيبيناغ ديالنا دابا غنعملوه يتبخر ونعاودو نطلقاو. من بعد ما عملنا لي زيبيناغ يتبخروا دابا غناخدو كوكوط وغنعملو فيها 500 غرام او نص كيلو من صدر دجاج، وغنضيفو ضرس من الثومه، وغنحكو عليهم طرف من سكنجبير، وغنضيفو شويه من البزار وشويه من الملح حسب الذوق، وغنضيفو معلقه كبيره من زيت المائده، وغنضيفو 2 كيسان من الماء قياس كاس العنبه، وغنقفلو على الكوكوط ونخليو الدجاج يطيب على نار مهيله. من بعد ما طاب الدجاج غنخليوه يزيد يتشحر حتى يشرب المرق ديالو. من بعد ما تشحر لينا الدجاج وزولناه من الكوكوط دابا غنضيفو معلقه كبيره من زيت المائده وجوج معالق كبار من الزبده، ومن بعد غنحكو 2 ضروس من الثومه. وبالنسبه للضرس اللي عملنا مع الدجاج باقي في الكوكوط كاع ما زولناه. وغنشحرو الثومه اللي ضفنا شويه مع العصاره اللي بقات لينا من بعد ما زولنا الدجاج. وغنضيفو شويه من البزار ما نكتروش منه، وشويه من الملح حيت لي زيبيناغ تيكونوا مالحين، وحيت ضفنا الملح مع الدجاج من قبل. وغنضيفو معلقه صغيره تكون عامره من العطريه ديال الدجاج فيومي. بالنسبه لهاد العطريه تتباع عند العطاره وتنعملوها حتى تضيف اللذه للنيم ديالنا، واللي ما متوفراش عنده يمكن ليه يعوضها بكنور ديال الدجاج. من بعد ما تشحرات لينا الثومه دابا غنضيفو لي زيبيناغ اللي بخرنا، ودابا غنخليو لي زيبيناغ ديالنا يتشحروا على نار مهيله ونتلاقاو من بعد. منين تنعملو لي زيبيناغ يطيب تيطلق لينا في الاول الماء، ومن بعد تنخليوه يتشحر حتى ينشف الماء كامل ويبقى غير الزيت باش ما يقطعش لينا الورقه منين نبداو نعمرو في لينام. وبين ما تشحر لينا لي زيبيناغ قطعنا الدجاج قطع صغار على هذا الشكل. من بعد ما شحرنا لي زيبيناغ ديالنا حتى نشف وما بقات فيه حتى قطره ديال الماء دابا غنضيفو كاس لا ربع حتى الكاس من لا كريم فريش ديال الطبخ، ومن بعد غنضيفو الدجاج. ودابا غنزلو الخليط ديالنا من فوق النار نطلقاو من بعد ما برد لينا الخليط دابا غنضيفو 125 غرام او نص ربعه من الجبن الاحمر، ويمكن لينا نضيفو حتى اكثر لا بغينا على حسب الرغبه. ودابا غنحضروا لي سيغار. اول حاجه تناخذوا الورقه اللي غنخدموا بها وتنغطيو الباقي بشي منديل باش ما تنشفش لينا وتشقق. وهاد الوجه اللي حرش هو اللي تنعملوه لداخل، الوجه اللي رطب تنعملوه في الاسفل باش تيكون هو الوجه ديال السيغار ديالنا. وبالنسبه للورقه حنا ما غندهنوهاش حيت غنقليوها، وبالنسبه اللي بغى يطيبها في الفرن يمكن ليه يدهنها بالزبده مذوبه مع الزيت.
ولكن لي سيجار مقليين تيجي المذاق ديالهم حسن ولذيذ بزاف. تنعملو شويه من الحشوه فوق الورقه، ومن بعد تنلويو عليها الورقه على هذا الشكل، وتنطويوها من الجوانب، وتنعاودو نلويو الورقه. ومن بعد تنلصقوها بخليط اللي حضرناه بالماء والدقيق، وتنحاولوا نقادوها باش تاخد الشكل ديال السيجار. وها هو السيجار ديالنا من بعد ما حضرناه تيجي على هذا الشكل. ودابا غنعملوه في طبق وغنغطيوه باش منين نقليوه ما ترتقش لينا الورقه وتخرج لينا الحشوه. ودابا غنبداو نقليو في لي سيجار ديالنا، وغنقليوهم على نار متوسطه، ما تكونش مجهده بزاف وما تكونش خفيفه، باش يطيبوا على خاطرهم ويتقرملوا، وباش ما يتلهبوش لينا من برا ويبقاو من الداخل خضرين. من بعد ما تحمروا لينا لي سيجار ديالنا دابا غنزولوهم من النار، واللي بغى يطيبهم في الفرن يدهنهم بالزيت ويدخلهم يطيبوا دائما على نار متوسطه. ها هو الشكل النهائي ديال لينيم ديالنا، تيجيو على هذا الشكل وتيجيو لذاذ بزاف في المذاق وتيجيو مقرمشين. تنتمنى الوصفه تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، وبصحه وراحه وبسلامه.